حياكم الله مع المعالج الأخصائي الأستاذ منصور العلي في عيادة مركز بهجة للمساج الطبيعي. احنا جينا قبل حوالي تقريبا شهر، وكنا نشتكي من بعض المشاكل في العضلات، وانا حقيقة لي تجربة صار لها يمكن اكثر من 9 شهور، وزرت فيها كذا طبيب معالج، وكان الغالبية يصف لي مسكنات ومراهم وعلاج طبيعي أخذته، وكانت المشكلة تختفي وتظهر كأنها مؤقتة. لما جيت أنا كنت مشكك، مع العلم أني أنا أعرفه معرفة شخصية، لكنه كنت مشكك أنه هل هذا الشيء راح ينتهي ولا بفعل الزمن وكذا أنه خلاص صار شيء ثابت فجيت له زيارة، وهو موجه لي دعوة من زمان، وأنا كنت ثقيل شوي إني ألبي هالزيارة، بس لأنه محتاج صحيا إني أزوره جيت له. الآن صار لنا 3 جلسات تقريبا بمعدل كل أسبوع جلسة، وهي علاج طبيعي، وهو أنا بخليه يشرح، لأن حقيقة ما بين الجلسة الأولى واللي كانت أكثر الجلسات ألم بالنسبة لي، هذيك الجلسة لما طلعت مضى يومين وأنا أقول أنا غلطان إني جيت، لأنه كان عندي ألم، وبسببه هو وبسبب هذيك الجلسة تضاعف الألم، صار الألم أكثر، مؤلم جدا. لكن سبحان الله بعد يومين بدأ ينزل الألم. الجلسة الثانية تقريبا نصف الألم اللي كنت أشعر فيه اختفى. اليوم هذه الجلسة الثالثة، هو حدد 3 جلسات. أنا ما أدري إيش اللي صار، بس أقدر أقول إنه يمكن بما نسبة 90% لما جيت أنا اليوم من الآلام راحت. لكن ودي آخذ راية وأسجل هذه، مش علشاني أنا خلاص خضت التجربة، بس أكيد في ناس ممكن ما يعرفون هالكلام هذا، وقد يكون هذا التسجيل مفيد لهم حتى يعرفون بعض الحالات بالذات الخاصة بالعلاج الطبيعي. أبو نادر، يا ريت تشرح لنا اليوم. طبعا كان عندك تقلص عضلات من الجلسة الأولى، فمن الجلسة الأولى كان عندك تقلص العضلات من فوق نازل لتحت، فلما دلكت المكان حركت الدورة الدموية الراكدة في الفقرات في العضلات راكدة، زين، تحركت الدورة الدموية، فصار في حرارة وصار في ألم، قلت صار ألم زيادة. فبعد ما انخفض آثار إيدي، آثار التدليك، بدأت تطلع النتيجة أن العضلات بدأت ترتاح. فمن هذا بدأت أن ترتاح بشويش لين وصلنا ل 90%. نعم الحمد لله رب العالمين. هو بالمساج اليدوي. حياك الله في أي وقت حياك الله مكان ما. كان هذا العلاج صعب انه ناخذه بالحبوب والمهدئات والمسكنات والمراهم. لا لابد من ايدين قوية متخصصة تعرف وين تضغط. لا اصلا مشاكل الظهر تقريبا ما فيه الا مرخي العضلات، لكن اللي فيها تقلص من الداخل متشابك العضلات بعض شلون؟ لازم يدوي. نعم لازم يدوي. كثير من اللي يجوني على ان بعضهم بل اكثر من كذي، العضله
تأثر على الفقرات العمود الفقري ويحددون لها عملية. لكن بالمساج لما نرخي العضلات مع التمارين ترجع الفقرة وضع طبيعي. فحتى الأطباء مستغربين بعضهم، والحمد لله رب العالمين صاروا الآن في فترة هذه السنة ال5 سنوات هذه اللي فاتت الأطباء يحاولون عليه روح إلى فلان. اي نعم اي نعم. يا جماعة يعني أنا عشت هالتجربة، ومن ضمن الأشياء هذا الكرسي، هذا مش الكرسي، هذا السرير، هذا يمكن سرير الاحتراف أهون منه. تخيلوا ساعة أنت متمدد هنا، يعني ساعة وأنت مستسلم، ما إلك لا حول ولا قوة. ولكن الحمد لله يعني بعد ما إذا طاحت براغي من عندك ولا كذا فبيكون من حالتك أنت. الحمد لله على يد أبو نادر، طبعا عنده مساعد وعنده تجهيزات ما شاء الله عليه. هو معروف، هو مو محتاج إلى دعايتي، بس أنا كلمة حق أقولها. أبو نادر نصحني أنه يفضل على كل إنسان وحسب عمله وطبيعة عمله أنه مثل ما يسوي رياضة مشي ورياضة تنزه وذاك، أنه يسوي له يعني عملية تمرين تدليك، يهدي جسمه. يهدي جسمه يعني بعد سنين هذه طويلة تعب، خليه يهدي جسمه كل شهر هدية. اي نعم. علاج هو ما سمى علاج، سمى مساج استرخائي. هذا لو الواحد يحرص عليه ما يصير عنده تقلصات في العضلات، يصير دائما عضلاته مرنة. جزاك الله كل خير يا ابو نادر، والله يعطيك العافيه، وان شاء الله ناخذ برايك انت، وان شاء الله هذا التسجيل في المره القادمه راح يكون يعني اجمل، ونحن بصحه افضل بفضل ابو نادر. شكرا لك يا عزيزنا ابو نادر.